السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت وياكم بفيديو جديد وقصير. اليوم راح نسوي الدولمة. انا طبعا راح اسويها حالية. انتوا اذا حابين تسوونها مالحة او حامضة لا تحطون شكر، حطوا بمكان الشكر ملح ولا مندوزي. عندي هنا شبن ثارمته وطماطة وبصل ولحم مثروم وثوم بارشته وبتيته همات ثرومته كلش ناعم، وهاي التمن حطيته حسب الكمية اللي عندكم التمن. عندي هنا لون بصرة مطحون هم طحنته ضفت عليه، وهاي الشكر. انا حبيت اسويها حالية فانتوا على راحتكم يعني. وراح نضيف، انا ضفت بعد الشكر هالمرة، كثرت اللي سويتها حالية كلش. وهسه راح اضيف زيت. الزيت همات حسب كمية التمن عندكم. وراح اضيف دبس الرمان، كثروا دبس الرمان جنن تصير. حطيت كمية زينة من دبس الرمان. وراح نضيف المعجون همات. وانا طبعا محضرة على صفحة فلفل بارد محفرته يعني منظفة بطنه، وطماطة هم هسه شفتوها ضفتها هنا. هاي مو حفرت الطماطة، فهاي الحفر مال الطماطة حطيته هنا ويا الحشوة. وعندي ورق عنب هذا الجاهز، المعلبات يجي. هسه راح اضيف معجون، تقريبا ضفت 3 خاشوقات او 4، يعني من 3 الى 4 حسب كميتكم. انا صار عندي هنا يعني الحشو هواي حتى زاد من عنده. ونضيف رشة ملح همه. والبهارات حسب ذوقكم العفو يعني. انا هنا راح اضيف كمون، عندي بهارات مشكلة وكركم كلش كافي. واخر شي باللحظة الأخيرة تذكرت الكشمش، هم زين ذكرته ما نسيته، هم حطيت كشمش. ضفت الكشمش وراح اخلطن خلطة كلش زين، نخلطه عدل. وبنات عصرة ليمونة همات نسيت العفو، عصرة ليمونة عليه. لان ما عندي لا مندوزي. وهسه راح نلفه. شوفوا هاي عندي هنا الفلفل البارد منظفته من البزر مالته، وهذا ورق العنب، والطماطة عندي همات، وبصل همه. بس البصل ما طلعته هنا ولا طلعت لكم شلون الف البصل بنات. مجرد تقصينه من صفحة واحدة وتحطينه بماي وفور تقريبا يغلي غليتين 3، وبعدين تبدين تفتحين. وهسه نلف وياكم 1 2 ونرجع لكم بعدين من اكمل لف. اشوفوا طبعا الجماهير قاعدين. لازم كل بيت بيه جماهير هالمزعطة. عندي ابني زيوني، لازم كل شي يشارك لازم. طبعا هذا الورق العنب بالمعلبات بنات كأنه يعني فريش، مع بالك معلبات كلش حلو.
وهسه هاي بعد ما كملت اللف هم قطعت ليمونة هيج حطيتها على الوجه. وبنات هاي بعد ما استوت طبعا انا سويت صلصة وحطيتها عليها، بس ما قدرت اصور لكم لان انقطعت من يمي الكهرباء وصار البيت كلش ظلمة فما قدرت اصور لكم. صورت لكم بس يعني هاي من استوت. ان شاء الله راح اكتب طريقة عمل الصلصة بصندوق الوصف. وهسه هاي دولمتنا راح نقلبها وشوفوا لي الشكل. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك. بس شوفوا لي الشكل بنات، ما اقولكم شنو الريحة والطعم. مع الف سلامة.